لماذا الحزن والبشرى بآيين تزف الرزق إن وكلت أمرا؟ لماذا تشتكي للناس ضيقا وتلك سماؤنا وسعتك طهرا؟ رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، والعاقبة للمتقين. ما مضى فات. المؤمن الذي يتعلق قلبه بيقين الله سبحانه وتعالى، وتتعلق جوارحه بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويتعلق قلبه بفكره في نعم الله سبحانه وتعالى، دائما يطوي صفحة الماضي. صفحة الماضي تقيد ولا تطلق، ترصد ولا تطلق لها العنان أبدا، توضع في سجن موصد الأبواب لا يفتح له باب. الماضي يطوى ولا يروى، لا يذكر، لأن من فتح صفحة الماضي لا بد أن يعيش في هم وحزن وغم، وإن عاش في الهم والحزن والغم لن يعيد الماضي أبدا. ولكن المؤمن دائما عند الماضي ينسى ما مضى ويعلق قلبه بالحاضر الذي يعيش فيه. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر الماضي قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. يا أخي، أنت لن تقوى أن تعيد الماء في مجرى مائه إلى المصب الأول، ولا أن تعيد الشمس عند طلوعها مرة أخرى، ولا أن تعيد اللبن إلى ثدي الأم مرة أخرى، ولا أن تعيد الدمع إلى العين مرة أخرى. هذا أمر مستحيل. وما أنك لن تعيد الماضي أبدا فلا تخرج الأموات من قبورهم، ولا تحزن طيلة الحياة على ما مضى وفات، وتظل كآبة وفي ضعف وفي ضيق نفس، فلا تقوى على أن تتعامل مع نفسك أنت، فكيف ستقوى أن تتعامل مع الآخرين، مع زوجتك، مع أولادك، مع أصحابك، مع زملائك، مع جيرانك؟ يا أخي، قم واستيقظ واحمد ربك على ما مضى، واشكر ربك على ما مضى، واطلب من الله سبحانه وتعالى العفو والمغفرة عما مضى. ولكن كن في حاضرك دائما إلى الله أقرب، إلى الله أطوع. تاجر مع الله سبحانه وتعالى، في التجارة مع الله هي تجارة رابحة لن تخسر أبدا، تجارة لن تبور. إذن علق نفسك بحاضرك، وتب واستغفر عما مضى، ولا تنتب عما مضى، ولا تشغل بالك بما مضى، ولكن اشغل بالك بما تسطره الآن وأنت حي في يومك هذا، مقبل على الله سبحانه وتعالى بكل أنواع الطاعات التي أمرك بها الله سبحانه وتعالى، مقتديا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن تسير على الإخلاص والاتباع. وضع ما مضى في مكانه ولا تفتح له الباب حتى لا يشغل بالك، وحتى لا تحزن، وحتى لا تعيش في قرب ولا هم، لأن الهم والقرب في الشرع غير مقبول. الهم والغم في الشرع غير مقبول. إذن دع الغير مقبول في الشرع إلى أن يذهب